القضيه اللي رونات شارع الفدا بالدار البيضاء، مول الفران اللي كل شي كيعرفوا وكيتيقوا به في الحي كامله. اشنو كان كيدير في الكراج اللي تحت الدار ديالو واللي داير فيها فران بلدي؟ اشنو العلاقه ديالو بالثلاثه ديال الجثث اللي تلقاو في الحي؟ اشنو طرا بالضبط وكيفاش وقعات هاد الجريمه؟ والاهم كيفاش البوليس حل اللغز ديال هاد الجريمه؟ القضيه اللي خلات الساكنه كلها مخلوعه وخايفه. سلام الله عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال انتوما والعزيز عليكم. البرد بدا كيدخل وردوا البال راسكم والوالدين، اهم حاجه في هاد الدنيا. وما تنسونيش من الاشتراك واللايكات ديالكم، الله يسهل على كل واحد. القضيه غادي تدينا للدار البيضاء وبالضبط شارع الفدا. في الاحياء الشعبيه فحال كاع المناطق ضروري ما تلقى الحمام، الجامع، الجيجيم والحانوت، العطار، ولا بد ما يكون الفران البلدي في الحومه. كتلقى كل شيء هاز الوصله ديال الخبز ولا طاوه ديال الحلوى وغادي بها الفران. ابراهيم هو واحد السيد اللي عنده فران ديالو، كان قديم وكل شيء تعرفه الكبير والصغير ومعروف عليه الجوده. اللي ديتي ليه يا خبز يا حلوى كل شيء عنده كيعرف ليه، تعامل زوين، المحل نقي. ابراهيم الى وصلت الوحده ما كتلقاش فين توقف، كل شيء كيتسنى الوصله ديالو. ابراهيم كان كيسكن في الحي اللي عنده فيه الفران، عنده المحل لتحت الدار ديالو، دير الفوق السكنه ولتحت المحل. الدار اللي ورثها من عند الوالدين وحتى من الحرفه خداها من عند باه. ابراهيم راجل معقول وعنده كلمه وحده، ما كيخسر الخاطر لتا واحد. من الدار الفران للجامع، معروف في الحي كيصلي الفجر، غارس كيعرف غنيشان. هذا ابراهيم هذا الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصاه هي يعمر الدار، باقي معطل في الزواج. نقولوا هو في الاواخر ديال الربعينات وطريقه للخمسينات. اش غيدير ما يدير غيوصي الناس ديال العائله يشوفوا ليه شي بنت الناس معقوله وباغا دير وليدات. هي هذيك. ابراهيم غادي يجيب واحد البنت اللي كانت صغيره عليه، تقريبا عندها شي 21 عام. الا ضربنا الحساب هو الدوبل ديالها. تزوجوا وجات للدار، اللي بغاتها كتحضر، اللي حلات عليها فمها ابراهيم كيحضرها، وحتى هي ما خلاش من جهدها، مهليه فيه وكتشوف صوالحه. من الاخر مهنياه في دارو، دازت 5 سنين وما جابش الله الولاد، ما خلاو لا طبيب ولا عشاب، كل شي داروا والو. المشكل ما عندهم حتى مشكل، وكاع الاطباء على موال واحد، راه ما عندكم والو غير مازال المكتب، جربوا كل شيء والو. مرت ابراهيم قالت لي انا ما عندي حتى مشكل، الا ما جابش الله ما عندنا ما نديرو، انا مرتاحه معاك وانت مرتاح معايا وبخير على خير، يعني اللي بغاها الله راه هي اللي غتكون. ولكن ابراهيم راجل حقاني وخيرها، قال لها انت باقا صغيره وانا ما بغيتش نحرمك من شي حاجه، الا بغيتيها بنت الناس نطلقك واخا قاصحه عليا، ولكن الا بغيتيها نديروها. هنا مرتو ما بغاش تطلق وعاجبها الحال مع ابراهيم، قالت لي حنا غادي نرضاو بالقسمه ديال سيد ربي، انت حاطني فوق راسك والحاجه اللي بغيتها وحليت عليها فمي كتجيبها لي، اشنو بغيت كثر؟ الاولاد حتى يجيب الله. فكما تنقولوا طلعت بنت الناس وبقات معاه، حتى طاحت عليهم واحد الفكره، علاش ما نشوفوش شي بنيته ولا وليد هو محتاج الحنان ديال الوالدين وحنا يدخل علينا الفرحه للدار، وهكذا نديروا خير وناخذوا اجر. هنا ابراهيم سمع الاجر، عجباتو الفكره ودخلات ليه الراس، وبداو فعلا تيقلبوا على شي طريبيه اللي ربيو يا بنت يا وليد اللي جا من عند ربي زوين. داز تقريبا واحد العام ومازال تيقلبوا. ابراهيم مازال فيه هذاك الحماس وتيقلب، ولكن مرته بحال بدات كتمل من الموضوع، وكثر من هكا ابراهيم حس باللي المعامله ديالتها بدات كتبدل، كلامها تغير والاهتمام ديالها نقص، ولات كتخرج اكثر ما موالفه، كل مره فين مره كتقول لي انا عند خالتي، مره عند صاحبتي، كثرات بلا قياس. خاصه هاد العوايد ما كانوش فيها، كتخرج ولكن مره. فابراهيم بدا كيدخل ليه الشك من جهتها، تنوى. غدوز الايام تقريبا واحد الشهر، مرت ابراهيم غبرات، تقطع عليها الحس، تقول بلعاتها الارض، خرجات وما رجعتش. ابراهيم ما خلى فين قلب، سول على عائلتها والو، تيعيط في التليفون، تيصوني حتى كيصوني وشويه كيقطع، ها هي غتجي ها هي غتدخل. ابراهيم شاف حتى عيا، هو يقصد الكوميساريه، دار بلاغ رسمي. البوليس قالوا ليه باللي السيده فايته 18 عام وما نقدروا نديروا والو حتى تدوز 24 ساعه. خداو المعلومات والتصاور وكل شيء. هذيك 24 ساعه غادي تدوز على ابراهيم كحله زحله. السيده ما صرفات فيه على الخير، ومراته من حقه يعرفها فين مشات. علم العائله ديالها الغد اللي مع الصباح وقفوا عند الباب، قال لهم بنتكم راه ما باتتش في الدار، التليفون ديالها راه طافي. البوليس هنا غادي يبدا التحقيق وغادي يقلب على مرت مول الفران. مشاو للسبيطارات، ياك ما تكون دارت شي اكسيدون مغيبه والو.
مشاو للمحطات ديال الكيران، الطاكسيات، والو. البوليس سول العائله حتى واحد ما شافها، عارفينها كاينه في دار راجلها. سولو حتى من خالتها، قالت لهم هذه تقريبا شهر ما شفتها. ابراهيم هنا هو ينقز، قال لي اش من شهر اش كتقولي؟ يلا هذه 3 ايام كانت عندك. قالت لي غادي نمشي عند خالتي. هنا خالته وجهها حمار، قالت لي شوف انا مرا كبيره وما كبير الا الله، وما غنقول غير داكشي اللي شفت واللي سمعت. هذه شهر ديال الايام ما شفت فيها بنت اختي اللي هي مرتك. هاد الهضره خلات ابراهيم يزيد يتازم اكثر واكثر، لانه فهم باللي اكيد مرته كانت كتكذب عليه. ابراهيم واخا هكذاك بغى يلقاها، ومن بعد يعرف من عندها علاش وكيفاش. حطوا النمره ديالتها عن اتصالات باش يشوفوا هاد السيده مع من كانت كتدوي وشكون كان كيعيط ليها. الغريب انه ما طلعت حتى شي نمره اجنبيه من غير النمره ديال راجلها والنمره ديال خالتها اللي مره فين كانت كتعيط ليها. هنا عاوتاني ابراهيم غادي يسقل. وهادوك صحاباتها اللي كانت كتقول لي راني خارجه معاهم وكانوا كيعيطوا ليا وكنعيط ليهم، علاش ما بانوش؟ هنا ابراهيم ما عرف راسو باش تبلى، بقى غير ساكت، ضرب الطم. البوليس كمل التحقيقات ديالو، قلب في مستودع الاموات في كاع البلايص الا ان هاد السيده ما كايناش. تكون تخطفات، وكاع الا تخطفات مع داك اللي خطفها ما غاديش يتواصل معنا يقول لنا شنو بغا ولا كيفاش. ابراهيم مرض في صحته، دخل في واحد الاكتئاب اللي خايب، ولا كيدوروا ليه شي افكار خيبه في راسو. هربات مع شي واحد، كتعرف شي راجل من غيري. فالسيد ضرو خاطرو بالجهد، حيت هو كان خيرها الا بغات تمشي يطلقها، ولكن هي بركات عليه، لا انت راجلي، انت تاج راسي، انت ما عرفت شنو، ما نخليكش. فابراهيم حار ما عرف اشنو غادي يدير. حتى من الناس ردوا ليه البال. السيد ولا مرفوع، ماشي ابراهيم اللي موالفين. الفران ولا كيتسد بزاف، ترونات عنده الدعوه. غدوز واحد المده على نفس الحال، والقضيه ديال مرت مول الفران بردات، ما كاينش الجديد. ابراهيم كيف عادته كيمشي للفجر مع الصباح، راجعين هو والناس اللي كيمشيو للفجر واللي تيكونوا محسوبين، حتى كتبان ليهم شي حاجه في الارض. ويلي اش داكشي؟ كل ما كيقربوا كتوضح الصوره اكثر واكثر. واش هذاك بنادم ولا والله الا لا بنادم؟ الرجال اللي مع ابراهيم تخلعوا، وحتى من ابراهيم تصدم. واحد بواحد كيزعموا في بعضياتهم حتى وصلوا حتى كيشوفوا ديك الجثه ديال راجل تيحركوا فيها ياك ما باقا حيه، الى ان مول الامانه بدا امانته. الرجال اللي مع ابراهيم شي شدته الصخفه، شي خواو ليه الركابي، خاصه من غادي يعرفوا باللي هذا الراجل هو سعيد ولد الحي، عنده 26 عام وخدام في واحد السونتر دابل في المدينه. السيد كله دمايات، جاو يشوفوا لقاوه مذبوح. اشنو غادي يخرج سعيد في هذا الصباح؟ ما معروفش واش كيصلي الفجر، وكما قلت لكم الناس ديال الفجر تيكونوا محسوبين في الحي. هو موالف كيشوفوا حتى ل 8 ونص، اش كيبان ليهم خارج. فشكون اللي دار فيه هاد الحاله؟ ابراهيم والناس اللي معاه عيطوا للبوليس. البوليس دخل على الخط، الناس غادي تجمع. كلنا كنعرفوا الاحياء الشعبيه جوقه ديال عباد الله. حضروا البوليس، حضروا التقنيه مسرح الجريمه، اطروا البلاصه، خداو العينات، صوروا مسرح الجريمه، هزوا الجثه ديال سعيد ودوها لمستودع الاموات. اول سؤال كيفاش تلقات الجثه؟ ابراهيم والرجال اللي كانوا معاه كلمه واحده، ما علينا ما بينا، كنا كنصليو الفجر وراجعين في حالتنا حتى كيبان لينا سعيد مليوح ومذبوح وغارق في دمه. سعيد ظريف وزوين ودريوش وما كاينش اللي قالها فيه خيبه. فشكون وعلاش غيدير فيه هاد الحاله؟ الطب الشرعي غادي ياكد باللي سعيد مذبوح بواحد الاله حاده اللي سبيسيال كينقيو بها الحوت، يعني كتكون عند الحواته بزاف. هنا بدات التحريات على المحلات ديال الحوت اللي قراب من هذيك الحومه واللي تقدر تكون عندهم هذيك الاله، ويشوفوا واش عندهم شي علاقه مع سعيد ولا لا. وبالفعل البوليس غادي يتوصلوا بواحد المحل ديال الحوت اللي كاين في الحي اللي مات فيه سعيد، وغيقول لهم باللي هاد الاله انا عندي وكنستعملها، ولكن راه مشات لي هذه تقريبا يومين. واش تهزات من المحل ولا توضرات الله اعلم. الا ان البوليس ما غاديش تدخل لي هاد الهضره للراس، خاصه ان هاد السيد مول الحوت هو واحد من الرجال اللي كانوا مع ابراهيم واكتشفوا الجثه، فجابوه للمقر وداروا معاه اللازم، الى انه ثابت في كلامه وما عندوش نهائيا حتى شي مبرر لقتل سعيد. البوليس سولوه شكون اللي جا عندك المحل تقريبا في هاد يومين وكيدخل ورا الكونطوار. قال لهم كيجي عندي فلان وفلان وفلان. واحد من هاد الناس كان هو ابراهيم عنده فران، ولكن هو واحد من الناس اللي اكتشفوا الجثه. فهنا كان ضروري البوليس يديروا التحقيقات مع هاد ابراهيم. جابوا السي ابراهيم المقر، سولوه وعاودوا سولوه، والو تيأكد باللي ما عنده علاقه بالموضوع. الى ان البوليس جاهم هاد ابراهيم متوتر بلا قياس، كيلعب بيديه وكيتلفت شي حاجه ما هياش، ولكن البوليس ما عنده حتى شي دليل ضده، لا هو لا مول الحوت. القضيه هنا بدات غدا وكتبرد. مول الفعل اللي قتل سعيد مازال ما بان، ولكن في هاد البلاد السعيده ديرها غير زوينه.
كاينه توصل. حنا كمغاربه كنعرفوا باللي اي حومه شعبيه عندها الاحتضاء ديالها. كاين واحد النوع ديال الناس عندهم بليه، هاد البليه سميتها الحظيه، بليه اللي كتنفع بزاف المرات وكتضرك في بزاف المرات. فاشنو غادي يوقع؟ التفاصيل ديال هاد القضيه غادي تدور في الحي كامل، كلشي غادي يعرف كلشي، وهنا كاع الناس ديال الحومه غادي يعرفوا باللي سعيد مات بهذيك الاداه ديال ممالين الحوت. واحد المراه كتقول باللي مره من المرات ديت واحد اللاطه ديال الحوت للسي ابراهيم مول الفران. ايوا هو شنو غادي نشوف؟ غادي نشوف هذاك الموس اللي كيقلبوا عليه البوليس كاين عند ابراهيم، ومني سولتو عليه قال لي بلي راني خديته من عند فلان مول الحوت نقضي به واحد الغرض ونردوا ليه. البوليس هنا غادي يسمع هادشي، واصلا كان عندهم الشك في هاد ابراهيم، غادي يجيبوه للمركز ويعاودوا معاه التحقيق من جديد. وهما كيعاودوا معاه التحقيق ابراهيم غادي يتوتر بزاف، العروقات نازله، كيدخل وكيخرج في الهضره. وهنا البوليس قرروا انهم يقلبوا الفران، غادي يجيو على غفله، جابوا معاهم الاذن ديال التفتيش وهما تيقلبوا واحد القنيته لداخل غادي يلقاو واحد الفريغو. فماشي من العاده ان وسط الفران تلقاو فيه فريغو، وماشي اي فريغو، كبير، جاتهم غريبه. فمني سولوه قال لهم باللي هذاك راه ديال الدار اللي كاينه الفوق، فمازال ما قاديت لي البلاصه فخليته هنايا حتى نطلعوا الفوق. ولكن البوليس رد البال باللي الفريغو مبرونشي مع الضوء، يعني خدام دير فيه شي حاجه. هنا ابراهيم غادي يتوتر، بحال ما بغاهمش يحلوا هذاك الفريغو يشوفوا شنو كاين. قال لهم راه كندير فيه قرعي ديال الماء وشي حاجه اللي كانت عندي زايده في الثلاجه كنديرها تما وهكا. فهنا البوليس ما غاديينش يديوها فيه وغيمشيو نيشان يحلوا الفريغو. والصدمه مني غادي يحلوا الفريغو غادي يلقاو بلاستيكات ماشي وحده ماشي جوج، وفيها فحال اللحم مقطع وديال بنادم، كتبان لهم ايد رجل. من الملاحظه الاولى الجثه اكيد ديال تمره. هنا بلا هضره بلا جوج غادي يتم القبض على ابراهيم وغيتنقلوا اطراف الجثه لمستودع الاموات يعرفوا شكون مول هاد الجثه. والصدمه الكبيره الجثه ديال مرته ملي ديكلارا بلي راها تغيبات اكثر من شهرين هادي، ولقاوها ناقصه، كاينين شي اعضاء ما كاينينش، والاكثر من هذا كانت حامله. هنا ابراهيم مول الفران ما عنده فين غيهرب، وغادي يعترف على كل شيء. غادي يقول لهم صحيح هذيك مرتي تزوجت بها وهي كانت مغمضه، جبتها من العروبيه، تهليت فيها، اش منك حوايج، اش منك ذهوبات، وما خليت ما درت لي حتى كنكتشف باللي كتعرف سعيد واللي عندها علاقه معاه، سعيد اللي خدام في السونتر دابيل، وانا اللي صفيتها ليهم بجوج. هنا ابراهيم غادي يعاود لنا القضيه من الاول، تيقول باللي مرتي حصلت عندها واحد التليفون صغير واللي ديما هزه معاها في صدرها، ما كتحيدوش هذاك التليفون ديال الو، ما فيه لا واتساب لا كاميرا لا والو، كدوي فيه مع هذاك سعيد اللي باقي صغير قدها وزوين وكيعرف كيفاش يهضر. هنا غادي نعرفوا علاش ما لقاو حتى شي ابيل اجنبيه في التليفون ديالها كبير، حيت هي بكل بساطه كتستخدم هاد الصغيور. نهار غادي يصفيها ليها، غادي يعيط ليها تجيب ليه العشاء في الفران، دخلات ضحكت معاها دوينا عادي حتى هبطت الريلو، حيت قلت ليها نتعشاو على راحتنا بلا حتى واحد ما يديرونجينا، وتما فين صفيتها ليها وقطعتها طراف ودرتها في الفريغو. مره كنشد شي طرف وكنلوحو مع العواد باش يلاه يتشوط ويتحرك. وهنا غادي نعرفوا علاش لقاو الاطراف ما كاملينش. اما التليفونات ديالها الكبير هرسوا ولاحوا في الزبل اعزكم الله، وهذاك الصغيور خزنوا. ملي دازت واحد المده ابراهيم تيقول فكرت نصيفط ميساج لسعيد من النمره ديالتها وقلت ليه نتلاقاو في البلاصه الفلانيه قبل الفجر، وفعلا هو جا على اساس غيتلاقى مع مرتي، وحتى انا جيتو من الله، دوزت عليه وخليته تما غارق في الدم. ومني سولوه على هذيك الاداه واش هذاك مول الحوت حتى هو كاين معاك وفي راسو هذا الشيء ولا هو اللي عطاها لك ولا عاونك، قال لهم لا هذيك الاداه ديال مول الحوت فعلا، وانا اللي هزيتها ليه من المحل باش نبعد عليه الشبهات، اما هو ما كان معايا ولا عارفه شنو كاين. من بعد لحت هذيك الاله في الخلا وما شافني حتى واحد، مشيت توضيت ودخلت للجامع صليت مع الجماعه، ومني خرجنا ولقينا الجثه ديال سعيد مثلت الدور باللي راني مخلوع ومصدوم، والقصه راكم عارفينها. هنا ابراهيم ما كانش عارف باللي مرته حامله. مني واجهوه بهذه القضيه بقى فيه الحال بزاف باللي روح بريئه وما دارت ليه والو، لان سعيد ومرته انتقم منهم حيت خانوه وغدروه، اما هذاك الروح ما دار ليه حتى شي حاجه. ولكن الصدمه اللي غادي يعيش بها ابراهيم حياته كامله والذنب اللي غادي يبقى معلق في رقبته هو مني داروا التحليل DNA وطلع هذاك الحمل منه هو ماشي من سعيد. تقدم للعداله والتحكيم على مول الفران بالمؤبد. القضيه ما سهلاش، فيها الخيانه والغدر، كاع انواع الجريمه كاينه، ولكن الناس زمان قالوا البس قدك يواتيك. الحاصل الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب.